السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وصحة وسعادة يا رب دايما. النهاردة أقول لكم بقى معلومة كده عن الفراخ البلدي، يمكن ناس كتيرة ما تعرفهاش. أنا من حكم تجربتي وخبرتي إن أنا اشتغلت في الموضوع ده كتير، أنا هقول لكم بالظبط على حكاية مكسب الفراخ البلدي بيجي إزاي. بصوا يا جماعة، الفراخ البلدي أنا بجيب اللي هي الديوك، على الديوك رزي، تمام، فرز ديوك. المهم يعني ما شاء الله اللي هو الفرز ديوك ما بيكملش معايا في دورته حاجة وبيكبر بسرعة، هو طبيعته كده سريع في دورته. بس انا هقول لك برضه على معلومة بالنسبة للكتاكيت الرز دي. احنا دلوقتي عشان اشتغل، انا طبعا بشتغل في الابيض دورته كل شهر، يعني لو جبت 50 كتكوت ممكن يطلع مكسب مثلا ايه، المكسب بتاعه اخر الشهر كده، او لما الشهر بيخلص بطلع مكسبه. لكن الفراخ الرزي او الفراخ عامه يعني البلدي اللي هي بتشيل معايا وزن، مش هينفع ان انا يا جماعه اشتغل فيها كميه. يعني انا لو جبت 50 ابيض بطلع مكسبهم خلال الدوره خلال شهر، لكن الكتاكيت الرزي لازم بدل ما اجيب 50 ابيض زي 50 الابيض اللي جبته وما طلعت المكسب في خلال شهر، لا بجيب 50، بجيب 100، بجيب 100 ايه، أو رزي. ال100 الرز يا جماعه والله هي بتعادلها نفس المكسب بتاع ال50 الابيض، بس انا طبعا ايه، يعني ما بكسبهاش في شهر زي الابيض، ما بطلع الدوره خلال 32 يوم لطالع. لا، الرز ممكن في شهرين عشان يرمي معايا لحم، يرمي معايا وزن. يعني يا جماعه انا الوقت لو انا حبيت ان انا اجيب 100 فرخه رزي مع شهرين بتوصل معايا كيلو ونص بالظبط كده يا جماعه، بتوصل معايا كيلو ونص الفراخ الرزي. لكن انا لو جبت الفراخ البيضة في 32 يوم او 35 يوم بترمي معايا 2 كيلو، 2 كيلو 200 جرام، او 2 كيلو ونص، او 2 كيلو ونص. يبقى انا ايه، 50، بجيب ال50 الابيض. بس على فكرة الابيض متعب ليه؟ لان بيكبر بسرعة، اكله بسريع كتير، لازم احط اكل كتير للدورة على طول. البلدي لا، بياخد على مهله كده، يعني يعتبر بيستوي كده على مهله، بيزيد وزنه كده على المهل. لكن الابيض سريع على طول، يعني اللي هو ايه، خلال 35 يوم بطلع دورتي. البلدي انا ممكن اشتغل بجيب الدوره بتاعتي 100 كتكوت عشان اطلع نفس المكسب اللي بكسبه في الابيض. يبقى انا كده ايه، ضعفت الكميه. لكن لو اشتغل على 50 بلدي يبقى اشتغل ايه، هقعد فتره، يعني عشان لازم اكسب المكسب كل شهرين. ليه؟ طب يبقى انا اعمل ايه، اضاعف الكميه، اضاعف كميه البلد عشان اكسب نفس مكسب الابيض. وشغال على فكره، البلدي شغال يا جماعه، والله العظيم شغال. الناس اللي بتقول لا ما بيشتغلش البلدي، البلدي ملوش زبون، لا انا قلت لكم اكتر من مره، البلدي ليه زبونه وليه شغله والزبون بيطلبه. والله يا جماعه يعني انا عايزه اوريكم دلوقتي وزن الفراخ البيضة، هي واقفة تمام. عايزة واحدة واقفة، عايزة اوريك واقفة على الميزان بس معاها 2 بلدي نزلت الحمد لله. بصوا وزنها يا جماعة 850 جرام، عمر 17 يوم النهاردة لوحدها، والله العظيم عشوائي، انا لا مسكت ولا عملت. 850 جرام عمر 17 يوم النهاردة، يعني دورتنا دي عمر 17 يوم النهاردة. اديكوا شايفين الحلاوة والجمال كده، يعني سبحان الله. انا بشتغل على نفسي بس، بجتهد، بحاول ان انا اظبط دنيتي، ما بقعدش يعني اللي انا لازم اراعي حاجتي. يعني انا اقعد اقول لا الكتكوت هيطلع، لا بظبط درجة الحرارة على طول، المية بتتغير على طول، والله العظيم ما فيش ادوية ولا في علاجات. انا لحد الان ما حطيتش يا جماعة والله العظيم حتى مضاد سموم، قلت بكرة ان شاء الله مع تغيير العلف هحط مضاد سموم، النهارده هبتدي بالمضاد السموم، لكن انا لسه لحد الان حتى ما حطيتش مضاد سموم. الدوره كده طالعه كده زي ما انتم شايفين، الله اكبر، اللهم بارك، ما شاء الله، هي كل واحده. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، شايفين الاوزان،
عمر 17 يوم. الله اكبر. الفراخ الرز دي هتقعد معايا ايه، انا بطلعها على كيلو وربع، كيلو وربع، ده طلب الزبائن بتاعتي. كيلو 200 جرام، كيلو وربع، كيلو 300، كيلو 500. ما بطولش عن كده. يعني على 45 يوم ببتدي اطلع في الرز الابيض. الابيض خلاص ان شاء الله ربنا يكرمنا وتطلع على خير الدورة معانا يعني بإذن الله. 10 12 يوم بكتير وتطلع تمام. الفراخ السيسو ما شاء الله وزنها النهارده فيه 450 جرام. برضه ناس تطلع مع البلدي. الفراخ السيسو هتطلع مع البلدي. ايه رأيكم في الجمال يا جماعة؟ يعني انا كده حبيت ان انا ايه الصبح كده اوريكم كده اشارككم في الدورة بتاعتنا وحلاوتها. الاوزان انا وزنت الرومي كان كيلو 250 جرام دلوقتي. وجايباه عمر يعني اديله 17 يوم عندي. يعني حاجة ما شاء الله. الله أكبر. أوزان كويسة. وعلى فكرة البلدي الأبيض فيه عندي 950 جرام. ما شاء الله أوزان تفرح. نجوم كده ونشتغل وما نقولش لا احنا مش هنشتغل احنا. لا الفراخ بتخسر، لا الفراخ مش عارفة ايه. على حسب اجتهادنا يا جماعة، على حسب ان احنا بنجتهد. هنجتهد هنتعب على حاجتنا والله هيطلع حاجة كده ورد زي الفل. هنشتغل، هنقوم، ما نكسلش. كل حياتنا تبقى مظبوطة ومفيش أي مشاكل عندنا. هنكسل ونسيب الحاجة كده، الحر يجي نسيبها تستهلك في الحر. درجة الحرارة تعلى ما ناخدش بالنا منها، درجة الحرارة تنخفض ما ناخدش بالنا منها. لا يبقى الحاجة تطلع معايا فعلا مش كويسة. الكتاكيت هتلم معايا، الكتاكيت هتبقى حرانة يبقى في نافج. هتحصل مشاكل كتير طالما انا نمت وسبت طيوري وسبت شغلي وسبت اكل عيشي، او سبت الحاجه اللي انا جايباها في بيتي وعايزه اطلع اكل نضيف منها واطلع حاجتي نضيفه. يعني والله العظيم الله يبارك للي هياخد الدوره دي. الله يبارك له. من غير ادويه، من غير علاجات. مفيش اي عندي لا حطيت والله العظيم ولا حطيت روافع مناعه، ولا حطيت بتاع دوت اللهم صل على النبي تحصينات ولا اي حاجه خالص. كده الحاجه كده بس اللي انا عاملاه ان انا مراعيوها. وحاجتنا ما شاء الله الدوره خلاص قربت تخلص. شوفوا من عمر يوم يا جماعه والله يعني ما بتكملش معايا حاجه، بلاقي في ثواني كده ما بحسش بالايام. الدوره طلعت معايا وطلعت الاوردرات بتاعتها واشتغلت وخلاص. انا كده بحمسكم يا جماعه والله اللي هو ايه، الموضوع مش متعب ولا الموضوع يخليني ان انا اكسل. لا انتوا شاطرين يعني. ستات حلوه كده بتدخل تسالني وعايزه تتبل لمشروع زي كده وتبتدي فيه وتشتغل. ستات كده شاطره وسكر وعايزين يعملوا حاجه. انا معاكم والله، انا معاكم بعد ربنا ان شاء الله. واي حاجه انتوا عايزين تسالوا فيها انا معاكم. اي استفسار ولا اي حاجه من عمر يومها يعني لحد البيع وحد التسويق انا معاكم. هقول لكم اعملوا ايه وسووا ايه، هتسوقوا ازاي. عندي افكار حلوه خالص بشتغل بها. بس انا نفسي ربنا يوسعها عليا. عايز اخد كده مكان تاني يكون اكبر وابتدي اشتغل فيه. ادعولي كده من قلبكم ربنا يكرمني كده يوسع عليا واخد مكان تاني برضو وانزل فيه شغل. عندي المكان هنا ضيق، ما بلحقش ان انا ببقى عايزه انزل دورات تاني وعايزه انزل شغل تاني، بس المكان هو اللي بيحكمني. يا ريت كده ايه تكونوا استفدتوا النهارده، ويا ريت الفيديو يكون عجبكم. وان شاء الله كده ايه تشوفوا الدوره دي باذن الله لما تطلع معايا. هنكون مع بعض ان شاء الله. ويا رب كده دعواتكم كده وربنا يصلح حالنا يا رب كلنا ويصلح حالنا جميعا، وتبقوا في احسن صحه يا رب وسعاده وستر دايما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.